فأنت لست بتقي. إن لم تكن تعمل بالتنزيل فأنت لست بتقي. إن لم تكن مستعدا ليوم الرحيل فأنت لست بتقي. إن لم تكن قانعا بالقليل فأنت لست بتقي. تعريفا للتقوى عرفه العلماء كما أسلفنا. طيب، لعلكم تتقون، كيف تحصل على التقوى؟ أو ما هي الطرق المؤدية للتقوى؟ كلمة لعلكم تتقون وردت في القرآن حوالي 6 مرات. وردت في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ادي واحدة. الثانية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ادي 2. الثالثة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. 4: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب 5: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب 6: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي ذكرناها هي طرق الوصول إلى التقوى. في هذه الآيات أولها العبادة، كيف تكون تقيا بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة توصل إلى التقوى. العبادة هي سبب أساسي من الوصول إلى التقوى، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل حاجة ربنا بيحبها وأمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي عبادة، ليس مجرد صلاة وصيام وزكاة وحج فحسب، لا، تعاملك مع الناس بأسلوب طيب عبادة، معاملتك لجارك عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، كفك الأذى عن الناس عبادة، ذكرك لله عبادة، استغفارك عبادة، كل معاملة طيبة عبادة. هذه أول شيء. طيب، ثانيا الصيام مدرسة جامعة لكل العبادات. طيب، ما العبادة فيها الصيام؟ نعم فيها الصيام، لكن لأهميته أعاده الله سبحانه وتعالى وأفرده لأنه وحده مدرسة ولأنه جامعة لكل العبادات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكلمة كتب هذه لا تنطق إلا أو لا تطلق إلا في الأمور الصعبة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، فالأمور الصعبة فيها كتب أي ألزم، كأنه جهاد في سبيل الله. فأصبح الصيام وحده مدرسة، من لم يخرج منه وقد تغير فلم يستفد من الصيام شيئا. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لماذا نصوم؟ نصوم حتى نطهر جوارحنا، نصوم عن الحلال فمن باب أولى نصوم عن المحرمات، نصوم عن المباح، تصوم عن الطعام وعن الشراب، تصوم عن الزوجة، أليس كل هذا كان مباحا؟ نعم، ولكن سبحان من يحرم الأشياء في أي وقت يشاء سبحانه وتعالى. فالذي جعلك تمتنع عن الحلال فمن باب أولى تمتنع عن الحرام. إذن ليس من الطبيعي أن يصوم الإنسان بالنهار
عن الطعام والشراب وبالليل يشرب المخدرات، إذا ما استفاد شيء، ما استفاد شيئا. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر والنصب. واحد بيصوم طول النهار وليس له ثواب، وقائم طول الليل ليس له إلا التعب. ليه؟ لأنه لم يستفد من هذه العبادة ولم تغير فيه شيئا، ولم تغير فيه شيئا. إذا المدرسة الثانية لتحصيل التقوى هي الصيام. وطبعا كثير من الشيوخ والعلماء يتكلم في هذا الموضوع يعني واستفاضوا في فضائل الصيام، ولكني أتكلم عن لعلكم تتقون. الأمر الثالث الذي هو طريق تحصيل التقوى هو العدل. ميزان العدل إذا وضع لاستراح الجميع، لاستراح الظالم واستراح المظلوم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا أقيم العدل في مجتمع فاعلم أن هذا المجتمع إنما سيكون من أرقى المجتمعات، وسوف يكون من أرقى يعني الأمور التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العدل. وهو العدل الذي افتقدته كثير من المجتمعات. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن المظلوم إذا رأى أن الظالم يقتص منه لاستراح. أنا رأيت يعني على إحدى مواقع الإنترنت رجل في إحدى الدول العربية قد قتل ابنه الصغير بأسلوب وحشي، وقام هذا الرجل الذي قتله يعني بحرق هذه الجثة. طيب ما استراح والده إلا أن رأى بعينيه القصاص من هذا القاتل، استريح خلاص. الابن صحيح مات، لكن الأب استريح لأنه علم أن القاتل قتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فبالعدل نصل إلى التقوى، والعدل أساس الملك، والعدل هو من أسس تكوين المجتمعات السليمة. طيب بعد ذلك من طرق تحصيل التقوى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذنا ميثاقكم، عندما يخاطب الله بني إسرائيل الذين تخلوا عن كتابهم، فيقول الله لهم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى التمسك بكتاب الله وذكر ما فيه وتطبيق ما فيه يوصل إلى التقوى لا محالة. ورمضان شهر تحصيل القرآن الكريم والتمسك بالقرآن الكريم، فالإنسان لا ينسى نفسه ولا ينسى نصيبه من كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا طرق تحصيل التقوى الاستقامة وعدم الاعوجاج وعدم اللف والدوران حوالين الرخص التي يريد كثير من الناس أن يحصل عليها. واحد يتصل بالتليفون فيسأل عن معاملات مثلا ربوية فيسمع فتوى أنها حرام، يروح يتصل على شيخ تاني أو على قناة أخرى ويسأل نفس السؤال. طب أنت خلاص سمعت الفتوى، طب ما تنتهي، انتهوا خيرا لأنفسكم. سمعت أن الربا حرام خلاص، ولكنك تسير على منهج ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم. فالاستقامة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل اللي هي إيه؟ اللي هي الحيل المعوجة، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن السير على صراط الله من الأسس التي توصل لتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا كيف نحصل على التقوى. احفظ معايا: بالعبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثانيا بالصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وآخر طبعا الآية لعلكم تتقون. ثالثا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. رابعا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. خامسا
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. امسك في كتاب الله بإيديك واسنانك، لا تفرط في كتاب الله أبدا، لا تجعله كتابا يفتح من العام إلى العام، لا تجعله كتابا مهملا يقرأ من العام إلى العام، أو يوضع في السيارة زينة، أو يحفظها، أو يوضع في البيت حرزا وهكذا. هذا ليس من الإسلام في شيء، إنما كتاب الله سمي قرآن لكي يقرأ ويتلى، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كتاب الله رب العالمين لا تنساه في رمضان لعلكم تتقون. استمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كنا قد عرفنا هذا، فما هي فوائد التقوى إذا حصلت عليها؟ كثير من الناس يعيش في مشاكل، وكثير من الناس يجد أزمات في حياته، نقول له إذا اتقيت الله جعل الله لك مخرجا ويسر الله لك الأمور. تعالوا بنا أيها الإخوة الأحباب لنتعرف على بعض ثمرات التقوى. أولها تيسير الأمور. عايز ربنا يسهلها لك وييسر لك كل أمر عسير، اتق الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان تكون فيه اتق الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، حتى تكون أمورك ميسرة. عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللي عايز ربنا ييسر له كل أمر مهما كان هذا الأمر صعب، عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. إلزم باب التقوى فتعلمه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب، 2، أن الإنسان يكون في مأمن من الشيطان. فالشيطان إنما يترصد لأصحاب القرآن، ويترصد لكل إنسان مستقيم، ولكن يحاول معه مرة ومرة حتى يوقعه في شباكه إن استطاع. ولكن المتقي في مأمن، فإن ضحك عليه الشيطان مرة فإنه لا يستطيع أن يضحك عليه المرة الثانية. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. على طول بيعرف، إذا أخطأ بيراجع نفسه، إذا أخطأ خلاص بيصلح كل شيء. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. تذكر إن هو ليه رب، تذكر إن هو أخطأ، تذكر أنه وقع في حبائل الشيطان، تذكر أنه جانب الصواب، فبيصحصح ويرجع ويفوق ويرجع في كلامه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ولهذا نجد أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ أحدهم كان يذهب فيعترف بخطئه حتى وإن أودى ذلك بحياته. والقصة مشهورة، قصة ماعز الغامدي. ماعز راعي الغنم الذي زنى، ولما زنى ومسه طائف من الشيطان وضحك عليه الشيطان تذكر، بعدما اقترف هذه المعصية هذه الكبيرة تذكر أن الله مطلع عليه، وأنه فعل فعلا يوجب الحد، فذهب إلى رسول